كلكم تقريبا عارفين ان انا ما ذاكرتش لاختبار القبول وكده، بس بفضل الله اولا ثم بفضل الحاجات اللي انا كاتبها هنا دي قدرت ادخل الامتحان واجيب درجه كويسه وكمان اتقبل في ستيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. انا علي، وفي الفيديو ده هقول لكم على شويه حاجات تعملوها في الايام اللي باقيه قبل اختبار القبول، وكمان حاجات تعملوها جوه لجنه الامتحان علشان تسهل عليكم حاجات كتير قوي ممكن تحصل. وكمان تساعدكم ان انتوا تجيبوا اعلى درجة ممكن تجيبوها في اختبار القبول. اولا الفيديو ده انا عملته علشان انا نزلت اسك كده على انستجرام من 5 ساعات بالظبط. قلت فيه انتوا عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه، فلقيت معظم الناس اللي كاتبين احنا عايزين فيديو نعمل ايه في اختبار القبول وكده. فقلت مش هتأخر عليكم، يعني معظم اللي باعتين عايزين الفيديو ده. فعلى طول قمت شغلت الكاميرا من غير ما اظبط اي حاجة حرفيا، علشان ما اتاخرش عليكم كده. فما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب في القناة، وكمان تشيروا الفيديو ده مع كل اصحابكم اللي هيمتحنوا في اختبار القبول، علشان انا متأكد مليار في المية انه هيفيدهم يعني وكده بإذن الله. فما تنساش تعمل لايك ويلا بينا على الفيديو. وعلشان بس الموضوع يكون منظم شويتين تلاتة، فانا هقول لكم 3 حاجات تعملوهم قبل الاختبار في الايام الجاية دي، و3 حاجات تعملوها في اللجنة، وحاجة تعملوها بعد اللجنة. فايه؟ عشان يبقى الفيديو متقسم بس كده. فاول حاجة وهي انك في الايام الباقيه دي كلها ما تجيش بقى تقول لي، عشان كل اللي بيبعتوا لي بيقولوا لي احنا لسه مشتركين في كورس دلوقت، والكورس ساعاته طويله وفاضل 4 ايام، ولو قعدت اذاكر مش هلحق اخلص في ال4 ايام. خلاص يعني انت اشتركت في كورس متاخر، ما استفدتش حاجه. فانت شوف المراجعه، يعني لو في مراجعه للكورس ده شوفها، ومش لازم تشوف حتى الفيديوهات بتاعتها، يعني هات الورق بتاع المراجعة و... وذاكر منه او حل منه على قد ما تقدر. ولو مش مشترك في كورس اصلا وبتذاكر لوحدك وكده، جروب التليجرام هسيبه لكم تحت، اطلع فوق هتلاقي امتحانات السنين اللي فاتت كلها، وهتلاقي حل بقى اي كيو على ماس على ساينس على على انجليزي على كل حاجة. فاقعد حل على قد ما تقدر انت الفترة الجاية دي. حل على قد ما تقدر، الحل هو اللي هيجيب لك الدنيا من الاخر يعني. انت لو في معلومات كتير عارفها وما حلتش او ما شفتش النظام الاسئله اللي بتيجي عامله ازاي، يبقى انت ما استفدتش اي حاجه حرفيا، يبقى انت قاعد ولا اي حاجه. هتدخل الامتحان هتتفاجئ، هتخش تقول انا كنت مذاكر دي وفاكرها وبس نسيتها. طب ما عشان انت ما حلتش، الحل بيثبت المعلومه. وكمان لو في معلومه انت مش عارفها اصلا خالص وجيت تحل السؤال وما عرفتش تحل السؤال وعرفت الإجابة بتاعت السؤال، خلاص انت هتعرف المعلومة ذات نفسها. فاهمني؟ اللي هو انت عرفت المعلومة من السؤال، او يعني في ناس اصلا نظام مذاكرتها بتبقى من الأسئلة. انا عن نفسي مثلا لما بيكون عندي في الجامعة مادة انا مش مذاكرها كويس، عامة انا في طب اسنان وكده، فلما بيكون في مواد ما بلحقش اذاكرها مثلا ليله الامتحان. في حاجات كتير، في شباتر كتير بتسقط كده في محاضرات ما بلحقش اذاكرها بتاع. فبعمل ايه؟ بجيب المحاضرات دي وابعتها مثلا لاي اي او اي حاجه عموما تجيب لي اسئله، عشان في الجامعات وكده مبقاش فيها اسئله خالص. بس انتوا ميزتكم ان انتوا عندكم اسئله، فالاسئله دي اقعد حلها واحفظها، احفظها باجاباتها، اللي هو انت بتبصمج حتى، فاهمني؟ فحتى لو السؤال ما جاش نفس السؤال هتكون عرفت الفكرة بتاعت السؤال او فهمت السؤال بيجي ازاي، ولو جالك سؤال زيه هتعرف تحله. فانت بس عرض نفسك للحل الكتير، علشان كل اللي بيبعتولي على الانستا احنا مش عارفين انصحنا، احنا مش عارفين انصحنا اعمل ايه في الايام الباقيه. قول لي اعمل ايه بسرعه ومش عارف، ما هو حل، بقعد اقول لهم حلوا يا جدعان، حلوا بجد، يعني الحل هو اللي هيظبط الدنيا. فده بالنسبة لأول حاجة. بالنسبة بقى لتاني حاجة وهي الخطاب بقى اللي انت هتكتبه، الخطاب الذاتي والمقابلة اللي انت هتعملها. الاتنين دول بيبقوا بعد اختبار القبول، بعد ما تتقبل في اختبار القبول اصلا. وعلشان تبقوا فاهمين بس الاتنين دول مش مهمين دلوقتي اطلاقا، عشان اللي بيبعت لي يقول لي اعمل لنا فيديو عن الخطاب وهنعمله ازاي، والمقابلة دي هنعمل فيها ايه، وهنتكلم عربي ولا انجليش ولا. طب انت شاغل دماغك بيها ليه؟ انت اصلا ما عدتش الاختبار الاول. هم هيشوفوا الناس اللي هتتقبل في الاختبار، يعني في ناس هتتقبل في الاول في الاختبار، وبعدين اللي يتقبلوا دول هياخدوهم بقى يصفوا منهم تاني. هم بيعملوا تصفيات كده، تصفية 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 تصفية.
فانت بقى شاغل دماغك اصلا بحاجه لسه ما جاتش ليه. يعني زي الواحد اللي مستني نتيجته نتيجه ثانويه عامه عشان يدخل الكليه وهو اصلا لسه ما دخلش امتحانات. طب ما تدخل الامتحانات الاول واعمل فيها اللي انت هتعمله الاول. نفس الفكره كده. فانت دلوقتي داخل الامتحان بتاع اختبار القبول، عايز تجيب اعلى درجه، انت مش شاغل دماغك باي حاجه. وما تشغلش دماغك وما تخافش من حوار الخطاب والمقابله الشخصيه دي. هعمل لكم فيديوهات وهروق عليكم، ما تقلقوش. بس انت كل همك دلوقتي ان انت تدخل الاختبار وتجيب اعلى درجه فيه، لان الاختبار هو اللي هيبقى العامل الاساسي عامه للقبول. بس كده يبقى محدش بقى يجي يقول لي خطاب تاني ولا مقابله شخصيه تاني. انسى الحوار ده وخليك مركز في اختبار القبول وان انت تجيب اعلى درجه. وقلنا هتجيب اعلى درجه ازاي؟ بان انت تحل كتير. ده كده بالنسبه لاول حاجتين. بالنسبه بقى لتالت حاجه، وهي انك ما تفكرش في الدرجات اللي خسرتها. يعني مثلا انت واحد ما دخلتش مسابقات، ما كنتش بتشارك في أنشطة. يعني الحاجات اللي كان عليها درجات ما قفلتش. يعني انت مثلا في 4 مواد المفروض تقفلهم، بتاخد على كل مادة درجة، انت ما قفلتش ولا مادة، يعني خسرت 4 درجات. وخسرت درجات 10 درجات بتوع مسابقات وكده. فما تجيش بقى تقعد تقول ده انا خسرت 14 درجة، وفي ناس معاهم ال 14 درجة، وفي ناس معاهم مسابقات، وفي ناس مش عارف ايه. مش هيفرق، صدقوني. انا قلت لكم في الفيديو اللي قبل ده، وقلت لكم برضو مليون فيديو قبل كده، يا جدعان الموضوع ده مش هيفرق خالص خالص والله. انتوا هتشوفوا حتى لما نتيجة اختبار القبول تطلع، هتلاقوا الناس اللي اتقبلت هم الناس اللي جايبين اعلى درجة في اختبار القبول بس. لان اختبار القبول هو اللي عليه اكتر درجة. انت متخيل ان نص ال 100 درجة، ال 50 درجة على اختبار القبول بس. فانت 50، انت سايب ال 50 ورايح تفكر في 10 و4. اصلا مش كل الناس هتجيبهم. يعني مش كل الناس هيبقى معاهم الدرجات دي، لان اصلا انت عندك هياخدوا بالترتيب، هياخدوا بترتيب الناس اللي جايبين. مش هيقولوا مثلا اللي هيجيب فوق مش ثانوية عامة. هنا هيقول لك اللي هيجيب فوق 90% هيتقبل، واللي مش هيجيب مش هيتقبل. مفيش كده. هم هياخدوا بالترتيب. الاول مثلا على اختبار القبول ممكن يكون جايب حاجة و70 او حاجة و80، وهياخدوا اللي بعده، هياخدوا ال2000 اللي بعده. فانت ما تفكرش بقى في حوار انا خسرت 24 درجة عشانه. كفايه صياح يعني، كفايه. انا والله برد على كل على كل اللي بعتولي على الانستا، وبتكلم معاكم واخواتي الصغيرين وكل حاجه، وبحبكم كل حاجه. بس كفايه صياح والله، كفايه صياح. بلاقي اللي بعت لي يقول لي انا خسرت 24 درجه، اعمل ايه؟ ويقعد يعيط. يعني بتعيط على ايه يا اسطى بجد؟ يعني بتعيط على ايه؟ يعني خسرت 24 درجه، خلاص ما تخسرش تاني يعني. ركز في اللي جاي عشان ما تخسرش تاني. وانا بقول للي بيبعتوا لي كده دايما ان اللي فات ده ملوش اي 60 لازمه حرفيا. انت هيبقى عندك لسه معاك 70 درجه. فانت ال 70 درجه دول هتسيبهم بقى وتبص لل 30 درجه اللي انت اصلا ممكن تكون جايب فيهم من اعلى الناس. هتقول لي من اعلى الناس ازاي وانا مثلا معايا 3 4 درجات منهم بس؟ ما هو انت التلات 4 درجات دول، نص اللي مقدمين، تلات ارباع اللي مقدمين، كل اللي مقدمين كلهم ممكن يكون معاهم زيك او اقل منك كمان. فاهمني؟ فما تشغلش بالك خالص بموضوع الدرجات اللي انت خسرتها. احنا عايزين نركز في اللي جاي. عندك 10 درجات بتوع الانجليزي، 10 بتوع العلوم، 10 بتوع الرياضة، 20 بتوع الاي كيو. دول حاول تجيب فيهم اعلى درجة. جبت فيهم اعلى درجة، خلاص انسى انسى حوار اي حاجة. اللي هيجيب اعلى درجات في دول خلاص هو كده هيتقبل. دول هيبقوا هيبقى العامل الحاسم. اللي هو اختبار القبول هو اللي هيبقى العامل الحاسم في كل حاجة حرفيا في الاختبار ده. وفكك بقى ان الشروط اتغيرت ولا ما اتغيرتش، وبقت اصعب ولا مش بقت اصعب. انا شايف ان هي بقت احلى بكتير، لان هو هيفرزوا الناس بقى. مش اي حد هيدخل كده وخلاص. والموضوع هيبقى حلو يعني. وهتشوفوا ده بعد ما تشوفوا درجات اختبار القبول. مش هتشوفوا كده دلوقتي. انتوا شايفين دلوقتي ان انتوا مظلومين وكده، بس بعد اختبار القبول هتعرفوا ان دي كانت حاجة حلوة بالنسبة لكم. يعني خلصنا بقى من الحاجات اللي قبل الاختبار كده. قلنا الثلاث حاجات اللي انت تعملهم في الايام الجاية دي. خلاص خلصنا من الموضوع ده. محدش يقول لي على الحاجات دي تاني خالص. تعالى بقى نخش على الحاجات اللي هتعملها جوه لجنة الامتحان. انت هتروح لجنة الامتحان، هيحددوا لك يوم في خلال 4 ايام، كمان 4 ايام او كمان 5 ايام. في ناس بقى على حسب اليوم اللي انت هيكون متحدد لك فيه الاختبار. انت هتروح اليوم ده. ممكن مثلا هتروح مع حد من اهلك او كده. روح اتعامل عادي. خش مثلا اعرف الناس اللي بيمتحنوا جنبك، صحابك. هتعرف ناس كتير في الاختبار عامة. اعرفهم كده قبل الامتحان، بحيث ان انتوا ايه، يكون الموضوع بينكوا هادي، ما تبقوش متوترين، تهدوا بعض كده والدنيا تبقى لذيذة. تدخل بقى جوه. اول حاجه تعملها تهيئ بيئه الامتحان. يعني ايه؟
يعني انت تدخل اول حاجه ما تتوترش ليه، لان هو امتحان زي اي امتحان هتدخله في حياتك. هتقعد بقى تتوتر وترتعش وتعيط وتعمل، مش هتستفاد اي حاجه حرفيا. هيبقى انت دمرت نفسك قبل ما تبدا اصلا، ممكن تبقى كنت هتتقبل بس توترك ده هو اللي بوظ الدنيا. فما توترش نفسك خالص، الموضوع مش موتر. هو كده كده موتر، واي امتحان بيبقى موتر، بس انت ما توترش نفسك. حط في دماغك كده اللي هو انا داخل مش فارق معايا اللي يحصل يحصل، انا عملت اللي عليا وخلاص. فاهمين؟ فادخل الامتحان، هيئ بيئة الامتحان. خد معاك آلة حاسبة، ما تقوليش بقى الآلة الحاسبة هستخدمها ولا مش هستخدمها، خدها معاك. قالوا لك ادخل بيها، ادخل بيها. قالوا لك ما تدخلش بيها، خلاص سيبها بره، يعني انت كده كده مش خسران حاجة. خدها معاك، ممكن تاخدها وتدخل بيها تحل لك بيها أسئلة أسرع ما تحلها لوحدك يعني بدماغك. فخدها معاك، كده كده انت مش خسران حاجة يعني. خدها معاك في الشنطة، دخلوك بيها ماشي، ما دخلتش بيها سيبها مع حد بره. ولو انت مروح باخدها تاني عادي. ده بالنسبة للآلة الحاسبة. بالنسبة بقى للكمبيوتر اللي هتمتحن عليه، خش شيك عليه. شوف الشاشة شغالة، الماوس شغال، الدنيا شغالة، كل حاجة متوصلة، النت متوصل، كل حاجة متوصلة، علشان ما تجيش بقى في نص الامتحان حاجة تكون بايظة، تقعد بقى تنادي على المراقب ويكون المراقب بيشوف حد تاني. واصلا انت عارف ان الدنيا بتكون محسوبة بوقت معين وكده. فما تجيش بقى تتوتر وكده. فانت شيك من الاول، يعني شوف كل حاجة من الاول سليمة ولا لا. بحيث ان انت لما تبدأ خلاص انا بدأت، ما حدش يكلمك ولا حد يقطعك خالص. ولا انت حتى تقاطع حد ولا تتكلم مع حد اصلا. انت حاطط دماغك في الامتحان وبتحل وبس. فشوف كل حاجة قبل ما تبدأ وتأكد ان كل حاجة سليم. تاني حاجة، انت كده كده عارف ان انت بتختار انهي مادة اللي تبدأ بيها الاول من الاربع مواد. فانت بقى يعني انا كنت بقول لكم في فيديو قبل كده قديم يعني من السنة اللي فاتت، قلت لكم اختاروا المادة الاسهل بالنسبة لكم او الاصعب بالنسبة لكم وكده. فانت عامة لو انت واحد مش فارق معاك انت اسهل ولا اصعب، انت عايز تدخل تحل وخلاص. زي كده عامة دخلت حليت اللي موجود قدامي وخلاص. مش فاكر اصلا انا اخترت ايه الاول، ولا انا دخلت حليت وخلاص، عملت اللي عليا وهو كده كده هيتحل. ما انا مش هسيب حاجة وامشي. فادخل حل اللي قدامك وخلاص. دي احسن حاجة، بحيث ان انت ما تقعدش تفكر وبعدين تلاقي حاجة انت اخترت حاجة صعبة وتقول يا لهوي انا هندم ان انا كنت ما اختارش السهل الاول. ما انت هتعرف ان ده سهل وده صعب يعني. انت ادخل حل اللي قدامك على طول. سهل صعب بقى انت هتحله. ما تحطش في دماغك حتة سهل وصعب. انت لو داخل زي مثلا الناس، لو في حد داخل حرب او كده، اللي بيبقى داخل حرب ده بيبقى حاطط في دماغه ان هو هيكسب الحرب دي. لان هو لو حط في دماغه اللحظة ان هو هيخسرها، هيخسرها قبل ما يدخل اصلا. فانت بنفس التشبيه بالظبط. انت ما تحطش في دماغك ان انت داخل الامتحان يبقى انت خلاص هتتوتر وهتخاف ومش هتعرف تحل ومش هتعرف تعمل. هتموت قبل ما تبدأ الامتحان اصلا. فانت لا، حط في دماغك ان انا داخل سؤال سهل سؤال صعب انا هحله. وما تسيبش سؤال فاضي عامة. انت سؤال بقى ما عرفتش تحله خالص بعد ما جبته يمين وشمال وفوق وتحت، اهبده، ما تسيبوش فاضي. انت داخل الامتحان انت عايز تعمل اللي عليك وخلاص. انت عملت اللي عليك في المذاكرة وجبت اخرك وبتاع، خلاص بقى هات اخرك في الامتحان، ما تسيبش حاجه فاضيه خالص. فده كده بالنسبه لاختيار اختيار الماده يعني. فانت اختار يعني اختار الحلو بالنسبه لك، او سيبها زي ما هي وحل وخلاص. بالنسبه بقى لتالت حاجه في الحاجات اللي انت تعملها جوه اللجنه، ودي حاجه مهمه قوي، وهي انك ما تقلقش لما يحصل مشكله. يعني انا مثلا لما حصل معايا مشكله، وهي ان النت فصل عليا وانا بمتحن في مادتين اتنين، وقعوا مني، ما حلتهمش، ما شفتهمش اصلا، والوقت قفل عليا. جيت بقى قعدت اقول لهم، اخدوا اسمي وقالوا لي ماشي هنبقى نشوف، وهنبقى نشوف نحل الموضوع ده وهنخليك تمتحن فيهم تاني. وممكن تمتحن وممكن ما تمتحنش مش عارف ايه. وانا اصلا كنت رجعت وقلت خلاص مش هيكلموني تاني وكده، راح عليا الامتحانين دول وكده. بس كلموني بعدها بيومين، قالوا لي خلاص تعالى امتحن المادتين انت ما امتحنتهمش. فانت لو حصل اي مشكلة وقت الامتحان في مثلا مادة وانت بتحل النت فصل عليك، ما كملتهاش مادتين تلات مواد، ما تقلقش، كده كده حقك هيرجع لك، مش هيسيبوك. ما هتاخد حقك تالت ومتلت. فما تقلقش اي حاجة تحصل، ماوس باظ، اي حاجة باظت، كده كده هتتحل. ما تتوترش بقى وتقعد تخاف وتقول خلاص ده كده كل حاجة باظت. وانا بقول لكم الحاجات اللي انا كنت بعملها، بس انا عامه ما كانش فارق لي. ما كانش فارق لي موضوع ستيم ده. انا قلت هقدم علشان ما كانش فاضل ايام اصلا، قدمت كده وامتحنت كده وقلت مش مشكله، جت ما جاتش ما جاتش، ما كانش فارق معايا يعني. فخلي الموضوع بالنسبه لك نفس الدماغ دي، علشان ما تتعبش كتير يعني او كده عامه.
فانت بس ادخل وحل وما تقلقش لو اي حاجه حصلت، النت بقى فصل، اي حاجه فصلت ما تقلقش، هيحلوا الموضوع ده بعد كده. اخر حاجه بقى، ودي الحاجه اللي هتعملها بعد الامتحان، احنا كده قلنا 3 حاجات تعملهم قبل الامتحان و3 حاجات في الامتحان، والحاجه الوحيده اللي تعملها بعد الامتحان وهي انك ما تراجعش. ليه ما تراجعش؟ لان انت مش هتستفيد حاجه، حرفيا مش هتستفيد اي حاجه، بل ممكن تتضر. هتتضر في ايه؟ ان انت الاسئله اللي انت ممكن تراجعها دي ممكن مثلا يكون عندك امتحان في وقت في فتره معينه، يعني تمتحن امتحان وبعدين يبقى فاضل في فرق نص ساعه بين الامتحان مثلا والامتحان اللي بعده، لو يعني حصل مشكله او كده. فتطلع مثلا انت امتحنت مثلا انجليزي مثلا، فتطلع بره تراجع مع واحد صاحبك سؤالين في الانجليزي انت حلتهم، تلاقي نفسك حلتهم غلط، فتقعد تتوتر، فتدخل الامتحان الامتحانات اللي بعده فما تعرفش تحلهم، يبقى انت ما استفدتش حاجه. وغير كده كمان انت ممكن تراجع سؤال او تراجعه مثلا على النت زي ما كان بيحصل في السنه بتاعتي، كانوا بيقعدوا يراجعوا ويبعتوا على جروب الراغبين وكده. ففي محافظات تانية بتمتحن قبل محافظات، وكده كده بيجيبوا نفس الأسئلة في بين كل المحافظات، أو على الأقل نفس الأفكار. ففي ناس كانت بتقعد تبعت أسئلة وتقول الأسئلة دي جت والسؤال ده هيبقى إيه وكده، ففي ناس بقى بتاخد الأسئلة دي وتعرف هتتحل إزاي ويروح يحلوها صح. يعني هي حاجة عادية وممكن تبان عادية وعادي، بس الفكرة ان انت ممكن تكون بتضيع مجهودك. انت مثلا الأسئلة دي ممكن انت تكون حلتها غلط كلها، ورحت تديها لحد فهو ياخدها بقى على الجاهز من غير مثلا ما يكون مذاكر ولا اي حاجة، وياخد الأسئلة دي ويعرفها ويدخل يلاقيها هي فيحلها فيجيب درجة أعلى منك، وانت اللي تعبت وضيعت تعبك بإيديك. ليه؟ لأن انت بتراجع ومفروض ما تراجعش أصلا. فانت ادخل امتحن، طلعت من الامتحان انسى ان انت امتحنت اصلا. انسى حوار المراجعة ده علشان مش هتستفيد بيه اي حاجة حرفيا. وزي ما قلت لك ممكن تتضر، وكمان ممكن تبعد ترتيبك وتضيع تعبك ده كله بسبب ان انت رجعت او ان انت بعت لحد الاسئله اللي جات لك يعني عموما. وبس كده، ده كان بالنسبه للفيديو، فيديو سريع. وبرضو يعني الساعه دلوقتي 7، الساعه 6 وربع. ف6 وربع بالليل يعني. ف هقصقص الفيديو ده بسرعة كده وهنزله لكم على طول الساعة 7، يعني السرعة في الأداء وكده علشان بس ما أتأخرش عليكم، وعلشان انتوا طلبتوا الفيديو ده. فما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده وتعملوا سبسكرايب في القناة، وهسيب لكم لينك الانستجرام تحت علشان لو حد محتاج أي حاجة. وكمان لا، هعمل اسك تاني كمان يومين مثلا، عايزين الفيديو الجاي يكون عن ايه وكده. فما تنسوش بس تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب في القناة، وبس كده، سلام.